دي الفكره بتاعت المخازن الاستراتيجيه اللي احنا عايزين نعملها. تمام؟ اوضه زي دي مثلا تنفع الاثنين، تنفع مخزن وتنفع عيادات. خلاص؟ الدور التحتاني مكون من معمل، صيدليه، ارشيف، وعيادتين وعياده اسنان. العيادات الصحه المدرسيه والدكتوره ايمان بتاكد لنا يعني ان المفروض يكون فيها على الاقل دكتور اطفال، دكتور ممارس، وعياده اسنان للاطفال. احنا هنا المكان مجهز ان هو يستوعب اكتر من كده كمان، ممكن نعمل علامات حيويه، ممكن نعمل منافذ للكابينات. لو سمحت يا دكتوره، المشروع دوت موجود منه في الشرق، يعني في الشرق المدن الجديده في شرق القاهره، في صحه مدرسيه مثلا في الشروق، في حدائق العاصمه، في العاصمه الاداريه؟ هو ده يعتبر سبق لنا في المنطقه الجديده لبدر والشروق. عندنا عياده في الشروق وعندنا عياده في البدر. لا احنا بنتكلم على الصحه المدرسيه والمخازن الاقليميه. اول مكان خاص للصحه المدرسيه، دي حاجه جميله جدا ان احنا هنوفر فيه اطباء وهنوفر فيه قوى بشريه اللي هتقوم بالفحص الشامل لطلبه المدارس، اللي هتوفر التطعيمات لطلبه المدارس. ان احنا يبقى عندنا مكان بتاعنا ان احنا نوفر فيه الطعوم، حاجه كويسه جدا، لان احنا كانت بتيجي من المنطقه في شارع رمسيس، فكانت الانتقال بتاعها كان فيها مشكله، وممكن طبعا مع الجو الحر واللي طب ده هيخدم كام مدينه يا باشمهندس عبد الناصر المشروع؟ طب هيبقى في ان شاء الله بجانب العيادات الصحه المدرسيه، هل هيبقى في اداره صحه مدرسيه بدل ما ننزل نختم من تحت؟ طبيعي طبعا، احنا متفقين ان احنا نوفر كده مكان الاداره، عمليه الكرنيهات، توفير الطوابع اللي هيبقوا محتاجينها، بدل ما كل دوت ان هو بيضطر ان هو ينزل للمنطقه زي ما قلت في شارع رمسيس، لا كل دوت هنوفره هنا باذن الله. تمام، يعني احنا هنا عندنا 3 جهات هيشتغلوا معانا: عيادات صحه مدرسيه، اداره الصحه المدرسيه، والمخازن الاستراتيجيه، بس ان شاء الله الكلام ده هيبقى بشكل مرحلي. تمام، نكمل بقى الباقي. حاجه على الشارع يقدر من عند هنا يبدا يدفع تذكره او ملمات. ده الارشيف واصل طبعا بالخدمات والتليفونات وكل حاجه. يا عم انا مش عارف انت متجاهلني خالص يا باشمهندس ابراهيم. الاوضه دي صوره بقى، انا عايز افصلها واحطها على المواد دي بس عشان حاجه تبقى شغاله على طول. هنجيب لك كهربائي يعمل اللي انت عاوزه. دي غرفه الكلب الثانيه في الدور الغربي اللي هي تنفع برضه ايه، نعملها اطفال، نعملها ممارس، نعملها اي حاجه مطابقه للمواصفات طبعا، سيراميك وكده، نقدر نعمل فيها عياده متكامله من فوق وكل حاجه. باشمهندس عادل بعد اذنك، بس بما ان حضرتك المسؤول عن الطرق والتنسيق، هل هنا في ملحقات بالنسبه للمبنى للبارك مثلا للموظفين، التشجير؟ احنا هنراعي كل ده بس في الفتره الجايه، يعني هننزل البارك اللي جنبهم ده، هل ده خاص بمين؟ ايوه خاص بمين اللي هو البارك دوت؟ الساده الموظفين صح؟ طب بالنسبه للمواطنين؟ المواطنين ما فيش، الجزء اللي بره ده احنا بنفكر نعمله بارك اللي بره. تمام، وبالنسبه لاعمال التشجير تمت كلها؟ الحي السابع بصراحه من احسن الاحياء عندنا. وجوه المكان احنا شجرنا بره وجوه ان شاء الله نشجره، عشان بس بيبقى دار المسنين والاطفال بيبقى يحتاجوا ظل وكده. هتلاقيها ظل بس الشجر يكبر شويه كده، هتلاقيها يعني 6 شهور هتلاقي الدنيا بقت. تسلم يا فندم، تسلم. ان احنا ما بنعملش الخطوط قصيره جدا، لازم تغطي هنا عشان نعرف نتفق عليها تحتها المكان. هو هيغيرها في واحده
هو سبيل الله الا وحده. مش مشكله المهم ده تحت. هو دي ما كانتش موجوده اصلا. باشمهندس محمد لطفي بعد اذنك، هو المبنى كام دور؟ دورين. ومساحته قد ايه؟ احنا مساحته 648 متر مباني 84. في كام غرفه بقى؟ كام غرفه فراغ؟ دلوقتي صيدليه وفي سويتش وفي عياده وفي تعقيم وفي سكن. طب والمساحه الاجماليه قد ايه؟ المساحه الاجماليه 283 بتاع المبنى والسور 684. 684 تمام. ملحق بقى بيه بارك الموظفين بره؟ على اعلى مستوى طبعا الدور الباشا العم. ما تقلقش من ناحيه موجود. نشوف طبعا على حاجاتنا طبعا. ازاي قلنا ماشي. الله يخليك. انت جيتي؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي المبنى اهو. خليك يا دكتور في النبي عشان اهو. انا مش هنا، انا ماليش دعوه. لا مش قديم ولا مش قديم والله. طيب عايزين نوريهم الدور الثاني.